العناوي من بعد الانتقال ديالو للذئاب ديال روما في صفقه قياسيه من نادي لونس ب 23 مليار سنتيم، من بعد التدخل ديال الوالد ديالو يونس العناوي، التواصل اللي كان مع وليد الركراكي، فالمعطيات كتقول بانه سيكون واحد من الوجوه الجديده في لائحه الفريق الوطني. اليوم بالتواجد ديال عز الدين أناحي داخل الفريق الوطني باي معيار غينادي عليه الركراكي. الا جا عز الدين أناحي الفريق الوطني وجا نائل العناوي، نتمنى الركراكي ما يخالفش الفطره ديال كره القدم، المنطق ديال كره القدم، المعايير الطبيعيه ديال كره القدم. العبره بالجاهز، العبره بواحد اللي كيسوى ليا 23 مليار في ترونسفير ماركت وبجوج في فرنسا، واحد طلباتو روما وواحد ما طلبو حتى واحد. حلقه اليوم بعنوان العناوي واش غادي يداوي. ما بغيتش نقول العناوي الله يداوي، على اعتبار ان العناوي البعض ينظر اليه بانه سيداوي الجرح ديال هذا اللاعب هذا اللي اصابنا باحباط، كي لا اقول اصابنا في مقتل. عز الدين أناحي، النحله ديال الفريق الوطني، الوضع الذي يعيشه داخل نادي الجنوب الفرنسي اولمبيك مارسي، ما يتداول عفوا الاعلام الفرنسي المكتوب والاعلام المرئي. RMC قنوات محطه تتحدث عن مشاكل يعيشها نادي مارسيليا مؤخرا، كتجعلنا نقول بان الفضاء او البيئه التي يتواجد فيها عز الدين أناحي ليست بيئه صحيه. كتساءل عن المنهجيه، عن الخطه، عن الشكل اللي كيتعامل به، يعني المقاربه التي يعتمدها نادي مارسيليا. ولا يهمني انا مارسيليا باي شكل من الاشكال، يعني يخطب ود لاعب مخضرم على الصعيد القاري ويترك لاعب كان من المواهب او من النجوم اللي تسلطت عليهم الاضواء. هذا ليس قولي ولكن قول كبريات الوسائل الاعلام، النقاد، المتابعون، المحللون. ولا يمكن باي شكل من الاشكال باننا نكون غلطنا او اخطانا على مستوى تقييم عز الدين أناحي في كاس العالم. هذا الشيء اللي حدث في كاس العالم سنه 2022 من الماضي، ولكن اليوم الواقع ديال عز الدين أناحي والواقع ديال اللاعب نائل العناوي اللي هناك اخبار على انه بمشيئه الله تعالى في انتظار التاكيد. العبره بالتاكيد بما هو رسمي، لان نائل العناوي اعلن بانه غادي ينهي اللون الرمادي، اللون الرمادي اللي كان تيفصلوا ما بين المنتخب الوطني والمنتخب ديال الدياكا. نائل العناوي من بعد الانتقال ديالو للذئاب ديال روما اللي كتشوفوا من وراء الى بالشعار ديالو ولا بالعنوان ديالو، في صفقه قياسيه من نادي لونس ب 23 مليار سنتيم، بعد الاشاده اللي تلقاها من وسائل الاعلام الايطاليه، من بعد التدخل ديال الوالد ديالو يونس العناوي، التواصل اللي كان مع وليد الركراكي. فالمعطيات كتقول بانه سيكون واحد من الوجوه الجديده في لائحه الفريق الوطني لمباراتين منتخبين النيجر هنا في مركب الرياضي ديال الامير مولاي عبد الله، اللي غيكون بهذا الشكل باش نكونوا واضحين. كنعتقد بان نائل العناوي اللي ولد يونس العناوي الاسطوره ديالنا ديال التنس، بانه الا اختار المغرب هو خصو يكون مدين وممتن وفخور بحمل الوان الفريق الوطني. انا ما غنقولوش اليوم كامافينغا ولا تشواميني ولا هاديزيري ولا اللعابه اللي كاين الزعام اللي كاين في فرنسا، هذه امور لا تعنيني، هو اختيار قلب ولا اختيار جوارح ولا اختيار عقل. ولكن المعطيات اللي كتقول عندنا يمكننا الا نفتحوا الاحضان في وجه كل من يقدم الينا ولا اللي كيوفد علينا هو فاتح يعني ذراعيه. اليوم كان عندنا واحد الاحباط من اللاعب ايوب بوعدي، كاين الحديث على بيطارش ولكن التردد. هذا العناوي اليوم كيتقرب مسافه للفريق الوطني. لذلك انا لن ازيد ولن اخوض في هذه الامور لان ليست من اختصاصي ولا املك الوصايه عليها. انا كنرحب كلما اعلن اللاعب قدومه للفريق الوطني واصبح يلبس الالوان ديال الاسود كنولي نضارب عليه، ما كاينش غرام ديال المشكل ونمشي معاه الى ابعد مدى. فاختاريت نائل العناوي وقارنته مع اللاعب عز الدين أناحي، غتكون هناك يعني ضربه حظ السير الركراكي في الوقت المناسب. لان الركراكي انا اقولها واتحمل مسؤوليتي فيها، الا كانت عنده شي مراره ولا كان يشعر بواحد الغصه ولا بواحد الاحباط فيشعر به من عز الدين أناحي. علاش؟ لانه في خضم 11 لاعب، اللاعب المفضل اللي تقول الركراكي شي داك التصريحات ديال النصيري وما يماركيش نلعبوا، هذاك بوحده. حكيمي ولا بونو هذاك بوحده. انا كنهضر لك على اللعابه اللي فيهم نقاش، اللي كنختلفوا انا وانت والجمهور العادي بشانه. هو لا يختلف، هذا هو كيشوف هذا بانه لا يقبل المساس به، بالفرنسي انتوشابل، وقالها وصرح بها في ندوه وفي جوج وفي ثلاثه، وقال لك الا بغيتوا تشوفوا عز الدين أناحي جيو لونطريمون. عز الدين أناحي ما يلعبش مع الويم ويجي يلعب مع الفريق الوطني ويدير لك ديمونستراسيون. ما كانش كيلعب ومشى دار ديمونستراسيون فلانس كونتر بوركينا فاسيو ودخل بها ماركابيت ديال البرازيليين ديال لابلاج. هذا هو عز الدين أناحي، حنا معاه. لو طالون الموهبه ديال عز الدين أناحي لا تناقش، ولكن فين عندنا مؤاخذات؟ عندنا مؤاخذات هي القبصه، هي شنو عندك لداخل. لاننا ما يرضيناش او ما كيعطيناش انطباع ديال التفاؤل بان عز الدين أناحي مدرينا مع الرديف ولا عاش واحد الظروف ديال الضغط. فرقه كتقول ليه انت راه حتى واحد ما كيساومك، كدير عليه بلاغات. وهذا الشيء دارتو الويم، قالت لك اسيدي حتى واحد ما جاليه، جالو العرض ديال جيرونا عرض غير محترم ب 3 المليار، جالو عرض ديال سبارتاك موسكو من روسيا، ما جا عرض لا بيرلي ولا اللعابه الانديه اللي كاينه في لونجلتير ولا والو. كتقولوا ما عنده حتى شي عرض، بالتالي بحال كتبخس القيمه ديال عز الدين أناحي ويشعر بواحد الانكسار. ديزيربي، مارسيلينو، تيودور اللي كيدرب لا يوفي، وزيد عليه هذاك المدرب ديال الطالياني اللي هو صاحب بن عطيه داز في الكالشيو، شكون هذاك؟ غاتوزو. هادو كلهم ما اقتنعوش بعز الدين أناحي. واش فيهم الخلل؟ مشكله هذه، ام ان الخلل في عز الدين أناحي وما عارفين شنو كاين. ايضا التواجد ديال مهدي بن عطيه انا هضرت فيه مرارا،
فالمهدي بن عطيه حيت هو مغربي بحال اللي قالت له ام رابيو ودخلت معاهم في واحد النقاش، واش حيت مغربي غيتضارب غيلعبوا صحه باللغه ديال الكره ديالنا؟ اذا هنا كيبان لي بان شي حاجه كاين شي خلل خاص عز الدين أناحي يشتغل عليه. بدليل ماذا؟ علاش حتى واحد من الانديه الاوروبيه ديال الصفوه اسيدي حيد لينا الصفوه، عطينا غير فيلاريال وشبيليه، عطينا غير فيلاريال وشبيليه ولا زيدنا شي فرقه من داك لا ليغا اللي كتلعب داك الادوار، نقولوا فالنسيا كاع، عطينا شي فرقه من الالمان لايبزيك، ولا عطينا من تحت دورتموند شتوتغارت، ولا عطينا شي فرقه من الطاليان من الكاتيجوري ديال لازيو ولا فيورونتينا بحال اللي كيلعب فيها السيباري وبوخلال. معليش ما طلبوش عز الدين أناحي، هذا هو الاشكال المحير. علاش السومه ديال عز الدين أناحي ما تجاوزاش 3 المليار؟ علاش عز الدين أناحي رغم الهاله اللي حظى بها والاشادات والطاباج ميدياتيك اللي حظى به اليوم هادشي من الماضي؟ اليوم التواجد ديال عز الدين أناحي داخل الفريق الوطني باي معيار غينادي عليه الركراكي؟ حيت كيتريني ما كاينش مشكل، نديروا الاستثناء ما كاينش مشكل، ولكن فين كاين المشكل؟ هو انني هاد الدقائق اللي بقات بغيت نهضر على الحاضر والمستقبل اللي هو اللاعب نائل العناوي. انا نتمنى الركراكي ما يكررش معنا القصه ديال بلال نادير. هاد بلال نادير جابو من لوين ما لعب حتى دقيقه، والدقائق اللي لعب ما عطاناش نطيبع شويه، ما جابوش، ما بقاش عيط عليه. علاش غتحيد حريمه باغ اكزومبل، وعلاش غتحيد البوشواري، وعلاش غتحيد رضا بن الحيان اللي كان بدا مع الفريق الوطني وشاعل، وتجيب نادير وتقول نادير كيشم الريحه ورضا بن الحيان كيشم الريحه؟ ما يمكنش. اليوم نتمنى ما يتعاملش بالمعيار ديال اجي تشم الريحه ولا جاء تدخل في الاجواء. اسيدي لاعبين مع النيجر دخلنا الولد نحكموا عليه قدام 75,000 مناصر في موري عرض الله، لانه نفس خصائص نفس المعطيات اللي غتواكب 7 المباريات اللي كنحلموا نلعبوها في كاس افريقيا من جزر القمر حتى للفينال مع السينغال الا كتب الله سبحانه وتعالى. بالتالي نائل العناوي يعطينا الانطباع نشوفوه ما تدخلوش 4 ثلث ساعه، وما كندخلش في الاختصاصات ديال الركراكي، كنهضر بالمنطق. شنو هو على المنطق ديال الدخول الفعلي بالاجواء، على المنطق ديال العصيده نشوفوها كي دايره يدير رجلو فيها ولا يدو نشوفوا واش حاقه ولا لا، على المنطق ديال لعيب البحيره في تاشا، والمنطق ديال عند الفريبه للحسان. هاد الامثله الشعبيه كنسوقها باش نحكموا على هاد الولد، نديروا ضجه على لعيب ونوضوا الهيلمان ونضاربوا ونطلعوا للفيفا وليغاليزاسيون، وجيب لنا الزروري وغاليزي ليه، وجيب لنا الطالبي وغاليزي ليه. مازال ما شفناش الطالبي كاع. الزروري جا لعب في كوب دي موند ميطا مع كرواتيا ما شفناش. تجيبوا رضا بن الحيان ما بقيناش شفناه. البوشواري لعب نص ميطا مع البرازيل ما شفناش. تجيب لنا اللاعب نادير ما شفناش. بغينا نشوفوا عز الدين أناحي ونحكموا عليه باسم ماذا؟ باسم الميدان حميدان. واش عنده الامكانيات اللي تخلينا نثقوا فيه بعد ما شفناه 8 البيوت ماركا و8 اسيست العام اللي داز، اللي كنظن ارقام افضل من عز الدين أناحي. هو فلاس والاخر فلويم، نحكموا عليه نشوفوا التناغم، نغيروا داك المنطق ديال هوغو بروس اللي تيقول لك السي وليد بان عندك خطه وحده، وحيد له واحد من هاد البيلي ديال الخطه وحده اللي هو عز الدين أناحي، ودفع بياسه جديده اللي ما عرفها حتى واحد، نائل العناوي. الا جا عز الدين أناحي الفريق الوطني وجا نائل العناوي، نتمنى الركراكي ما يخالفش الفطره ديال كره القدم، المنطق ديال كره القدم، المعايير الطبيعيه ديال كره القدم. العبره بالجاهز، العبره بواحد اللي كيسوى ليا 23 مليار ترونسفير ماركت وبجوج في فرنسا، واحد طلباتو روما وواحد ما طلبو حتى واحد، او واحد طلباتو جيرونا ب 3 المليار. العبره بماذا؟ العبره بان هذا الولد اليوم بغاتو فرنسا. العبره بماذا؟ العبره بان هذا ضاربنا عليه وجبناه وقنعناه، بالتالي غيعطيك انطباع على ايوب بوعدي، وغيعطيك انطباع على الفتال، وغيعطيك انطباع على البيطارش، وغيعطيك انطباع على اللعابه اللي باغيين يجيو ليكيب ناسيونال مزدوجي الجنسيه مع ابناء المهجر اللي مضاربين معاهم البلدان اللي نشأوا فيها. صحيح اننا نقترب من كاس افريقيا والعبره بالاكثر جاهزيه واللي عارفين الخبز الافريقي، ولكن أناحي راه شفناه مع تنزانيا، راه كان غير لي بتي بون يقنقوا الكره، ما دارش شي حاجه كبيره في كاس افريقيا كوت ديفوار. هذا هو راس مالو، ولا الكوب اللي كتقبل منه في الكاميرون. كنتاسفوا على المسار والمصير ديالنا حنا بكل تاكيد، لانه لا يرضينا هادشي اللي كيوقع له في الجنوب. حظ موفق للفريق الوطني الى اللقاء في حلقه مقبله بمشيئه الله تعالى.